هل الكتاب المقدس ضروري في علاقتنا بربنا؟ طبعا الكتاب المقدس مهم جدا في علاقتنا مع ربنا، لان الكتاب المقدس هو كلام ورسائل ربنا لينا لكل واحد فينا. حتى لو بنقرا اصحاح او قصه حد مش قصتنا، هي مكتوبه علشان احنا نتمثل بيه ونتعلم من ضعفاته. طيب خلينا نتخيل لو حياتنا من غير الكتاب المقدس ممكن تبقى عامله ازاي؟ دي حالة خطيرة جدا، لأن لو إنسان مش بيقرأ الكتاب المقدس حتى لو هو بيصوم وبيصلي وبينزل الخدمة، هو برضو في حاجة ناقصاه وهو في حالة خطر. ليه؟ لأن احنا كده هنبتدي نتخيل ربنا اللي بيليق على شخصيتنا. يعني مثلا لو حد عايش حياته عايز يتغير، هيتخيل ربنا هو الترينر اللي بيدربه وبيغيره. مثلا لو حد اتظلم في حياته، يتخيل ان ربنا هو الاله المنتقم اللي بيجيب له حقه من الناس اللي ظلموه. مثلا لو حد عاطفي، يتخيل ان ربنا هو الاله الرومانسي الكيوت على طول معاه، ودي مش حاجه حقيقيه. في حين ان ربنا يسوع هو اله حي وحقيقي وليه صفاته، والكتاب المقدس هو اللي بيكشف لنا على صفات ربنا يسوع، وكمان هو الميزان اللي على اساسه احنا بنشوف كل الظروف حياتنا والناس. حتى يوحنا ذهبي الفم بيقول ان من يعرف الكتاب المقدس حق المعرفه لن يتعثر في شيء. يعني كأن قصدك تقولي ان الكتاب المقدس هو اللي بيظبط البوصله بتاعت حياتنا وكمان هو الدستور بتاعنا، صح كده؟ مظبوط، صح. حتى لو حد اتلخبط في حاجه او محتار في حاجه، كل اسئلتنا نلاقيها مكتوبه في الكتاب المقدس. طيب ممكن حد يفكر ان هو قرا الكتاب المقدس قبل كده وقرا وعنده معلومات كتير قوي عن الاسفار، فايه الجديد يعني اللي ممكن يوصل له؟ وكمان عايز اسالك عن حاله الملل اللي ممكن الشخص يكون بيحس بيها وهو بيقرا. هو الملل ده طبيعي، لان هو الانسان في البدايه بيكون بيتعرف على الامور لاول مره، فهو بيبقى مستمتع بالبدايات. لكن لو استمر على نفس الليفل مده طويله، هو هيحس بملل. علشان كده لازم لما يبتدي يحس ان هو زهقان، يزود جرعه وقته للانجيل، وربنا بيكون بيدعوه ان هو يتعمق في تاملاته في الانجيل، لانه معرفه ربنا غير محدوده. فهو ممكن يكون بيقرا نفس الاصحاح اللي قراه من كذا سنه وفهمه بطريقه معينه، او حس بيها او حس وقتها بمشاعر معينه، يقراه تاني النهارده ويحس بمشاعر ومفهومات تانيه.